افتح يا سمسم يا سماسم. يلا اطلعي انت الاول. ليديز فاست يا بت، ابوكي جنتلمان. يلا اطلعي. انا الاول. عرفت ربي والله. يا ابن الذين يونس، ليه كده يا ولا؟ يا بنت الايه كده ينفع يعني؟ انا حاطه سلايد. نايت ايه يا عم وتلج ايه بس؟ يا ابن ابوك مش بتاع الكلام ده. يابا حاطه سلايد. انت فاهم ابوك غلط يا بنت ياسمين. بس يا حبيبتي الجو ساقع والله. لا يونس خليك حنان على اختك. نسبح ربنا سوا بقى يا جماعه. سبحان الله. شمس وتلج، خدين بالكم معايا؟ شمس وتلج. بصوا الجو جميل ومشمس ومشرق ازاي، وبصوا التلج. هتطبح اخوكي بتلجه؟ هتوديه الحضانه مصاب يا ياسمين؟ يونس يا ولاد يا ولاد تعور اختك بيها دي يا يونس، مش كده يا يونيو. حرام يا ابني ما تحطهاش في بقك، اوعى العربيه، خليكوا واقفين يا ابن اللذينه. بقول لك ايه، تعالوا اركبوا العربيه يلا. ولا اقول لكم؟ طب استنى احط الشنط دي في العربيه. ثواني يا يونس. ده مفتاح العربيه فوق. اصبر يا عم، نسينا مفتاح العربيه فوق. نتصل بقى بساره يا جماعه نقول لها جيب لنا المفتاح. ابوكي نسي مفتاح العربيه فوق. مش تفكروني يا جماعه، هو انا مش زي اخوكم برضه؟ تلاقوني مسقط حاجه كده الحقوني. ابو يونس امنت على مفاتيحك، امنت على موبايلك محفظتك. يلا يا عم امكم ما بتردش. بقول لك ايه، اجري يا عم يونس، ابوك متاخر ومأخركم. ولا يونيو يا ولد انتوا متاخرين على الحضانه. المدرسه هتزعق لي. بابا المدرسه هتزعق لي يا ياسمين. مد شويه يا اما هقول لها هل انتوا اللي اخرتونا. يا عم بقول لك قول لها يلا، تقول لها استني. مدوا يا ولاد مدوا يا ولاد. شمس يا جدعان. شوية الشمس دول اقسم بالله نعمة مش هتحسوا بيها غير لما تتغربوا. المهم على ما نودي الاولاد الحضانة، خليني اقول لكم ان واحد صاحبي النهارده عازمنا على لعبة اسمها بادل. اللعبة دي يا جماعة انا ما كنتش اعرفها بصراحة، فهنروح نتعرف عليها سوا، نشوف ايه فوائدها واضرارها، ونشوف لو لعبة مسلية نلعبها تاني. هي مش لعبة يعني، هي رياضة اقصد. فتعالوا ندخل الاولاد الحضانة ونروح نشوف موضوع البادل ده. اوعى التلج يا يوني. ايه رايك يا ياسمين في الشمس؟ ايديكي كده يا حبيبتي هتسقع. تضربيني انا ولا تضربي المتابعين؟ بس يا يونس بس يا يونس. تموت في الشر انت. يلا يا ياسمين ادينا بقى واحده صباح الخير. لا خش يا يونيو. يلا ادينا. لا يونس، يلا يا يونس. تاني علي صوتك. صباح الخير، صباح الفل، صباح النور. صباح الخير والنور عليكي يا اجمل ياسمينه في الدنيا. خبوا عيالكم، ابو يونس جالكم. يونس جاي في الطريق يا جماعه، هتسمعوا منه احلى صباح الخير واحلى مساء الخير، ويشد حلو بس شويه وهمسكوا الكاميرا. واوعدكم ان انا اخليه سوق اليوتيوب، هيبقى نجم اليوتيوب يا جماعه، هيبقى ان شاء الله اصغر نجم على اليوتيوب. انتظرونا، احنا بجد جايين. الجوانتي كله الا الجوانتي يا بنتي. يلا نخف نفسنا يلا يا ابن بصوا يا جماعه. الله هي حصلت بتشتم ابوكي؟ ده انا حسابي معاها لما نروح. يلا ندخل العيال الحضانه ونشوف موضوع البدل. يلعبها حلوه الكابتن عمر، انما بالنسبه للكابتن ميمو للاسف شكله لسه بيتعلم. انا معرفش ليه بيلعبوا 2 ضد 1. تخبط الكرة في الازاز تنزل على الارض، يجري ياخدها الكابتن ميمو. اما بالنسبة للكابتن اللي هناك ده وجه جديد حابين نعرفكم عليه. هي دي الكرة اللي بتلعبوا بيها؟ اديها لك ولا اديها لهم؟ اديها لهم ولا اديها لك؟ بقول لك ايه، خد انا هرفعها لك وانت شوط، ماشي؟ 1 2 3. ادي يا جدي. هي اللعبة دي اسمها ايه يا استاذ عمر؟ بادل. اسمها بادل؟
بدل يعني. بدل يعني نبدل بقى، يعني نخلي عندنا دم. الله الله الله، انا شايف الكابتن محمد عبد الحفيظ متحمس وناوي يتألق. احنا في الرياضه ما بنرحمش. احنا ايه؟ في الرياضه ما بنرحمش. استنى كده اما اطلع لك بره. انت افتكرونا مسجون ولا حاجه من البتاع، احنا في الرياضه ما بنرحمش. طب وفي العلوم؟ ماليش قوي في العلوم. طب الدراسات؟ لان كنت علم رياضه. فهتتفرج على حاجه حلوه. عشان الناس دي هواه. صح؟ الناس دي كلها هواه. هننزل نديهم تدريب عشان نأهلهم باذن الله اسمها ايه اللعبه اصلا؟ انزل وهتعرف. اللعبه اسمها بدل يعني ايه؟ خد وهات. ناولني. دول بيضربوا في بعض. خد خبط شويه. خش يا حاج محمد يلا. خبط شويه. انزل له. انزل له فرجه، عرفه مقامه. هم هواه. هو كلهم ما حدش عارف اصلا لسه اللعبه بتلعب ازاي. قول لي بقى اللعبه. انا ما اعرفش ليه بيلعبوا 2 ضد 1. ده مش عدل يا جماعه. يضرب الكوره تخبط في الازاز تاني، هوبا يرفعها رفعه حلوه. انا خايف اخد كوره في وشي اقسم بالله. جايب مضربه. زيزو جالكوا خبوا عيالكم. زيزو في لاعب يجي المباراه متاخر يا زيزو. اقسم بالله حاسس ان احنا بص هنلبسها. تلبسها في وشك كور. انا خايف تيجي في وش المتابعين يزعلوا مني. ركز هنا يا ابو سليم اهي. كاميرا اهو. اوعى كل اللي متابعين يا حبايبي، لا انا عايز اعرف ازاي يا كوتش تيجي على المباراه متاخر. انا اكتر واحد جيت بسرعه لان انا جاي من سفر، كاني جاي من هامبرج كده بالظبط. سرقانه. خش سلم على اخواتك. خش يا باشا المضرب معاك. بقول لك ايه، خش الحق اخواتك متقطعين. 4 هم 5 يلا. انت جايب معاك كام مضرب؟ انزل. جايب معاك كام مضرب يا زيزو؟ مضرب واحد؟ والله العظيم. سلم على اخوك واشحن له. يا زيزو الطرف الثاني بيلعب لوحده. ماشي. انت سايبه يحارب لوحده، خد بالك. عمر انت مش هتلعب الشيف ولا؟ انا النهارده هلعب، لازم العب. انا لازم اقدم. لازم يا باشا. انا نعم مش جاهز بس هجهز نفسي. لا يا باشا. المضرب ده بكام يا زيزو؟ بالقسط ولا كاش؟ لا خلصت فيه مره واحده بقى. كاش؟ ما بحبش انا. كيشت دفعت تقول كده خلصت مره واحده انت. ما بحبش انا الاقساط. بقول لك ايه، الم لكم الكور. انا خايف احسن تلبس. انت بتلعب هنا ها؟ عكس كده. عكس كده. ليه يا عمو كده؟ عكس كده. تلعبوا الناحيه الثانيه. تنس يعني. زي البينج بونج. وبعد كل سيرف بتبدل، يعني تلعب مره من هنا ومره من هنا. طب والنبي يا كوتش معلومه لاخواتك بس عشان قول يا اللعبه دي باشا. احنا اول مره نشوفها ونسمع عنها. ماشي. عرفنا بس ايه دي، اسمها ايه؟ بادل، اسمها بادل تنس. هي نسخه مصغره شويه من التنس، لو انت ما عندكش اللياقه البدنيه اللي تخليك تلعب تنس يعني تعرف تلعب دي. ومعاك الازاز كده بيساعدك، يعني الكره بترد فيه وتكمل عليها وبتاع. طب اسالك سؤال، اسمها بدل عشان لما تيجي تلعب تبدل ما تبقاش اناني؟ لا عشان بتبدل مع الناس اللي معاك. وبعدين يا شباب احنا هنقضيها بقى نلم في كور ولا ايه؟ معاك كور؟ معايا انت جايب كورك كمان ما شاء الله، الله اكبر. كل حاجه يا باشا جاي. مضربك وكورك، جايب معاك سندوتشات؟ لا لسه بقى سندوتشات عليكم. لازم تتلاقى. اجمع هنا بس عشان يشرح لكم. نشرح القواعد بس الاول. بعد اذنك بعدين اشرحهم لك. الله عليك يا كوتش. ان احنا في فريق بيبدا سيرفات 5 سيرفات 5 بوينتس. بتلعب السيرف من الناحيه دي مره ومن الناحيه دي مره، يعني انا بقف هنا بلعب سيرف لازم العب الناحيه المعاكسه ليا. تمام. يعني انا هبدا سيرفاتي بلعب من هنا وبعدين بروح المره اللي بعدها العب من هنا الناحيه دي. لازم ابدل كل مره هنا ومره هنا. الشخص نفسه بيتحرك بس بيلعب عليكم انتوا الاثنين، يعني انتوا ثابتين زي ما انتوا. السيرف لازم ينط في المربع ده اللي هو الناحيه الثانيه، يعني انا بلعب من هنا لازم في اطار المربع ده، ولما الكوره تخبط ما تخبطش في الحديد، لازم تكون هتخبط في الازاز، يعني تكون هتخبط هنا. لو طبت وخبطت هنا كده السيرف باظ. تمام؟ يعني الكرة تخبط في الازاز ما تخبطش في الحديد. تبقى النقطه راحت عليك لو خبطت في الارض وفي بس لو انت لعبت السيرف مره غلط عادي، بيبقى ده اسمه حاجه اسمها فولت ليك انك تلعبه تاني. لو لعبته مرتين فولت كده خلاص دي نقطه عليك بقى. تمام، يعني لو لعبته مره واحده بتعيده عادي.
الكل احنا عندنا 15 30 40 وبعدين شوط. يعني احنا وبعد كده 30 زي التنس. رولان جاروس البطولات بالظبط. لا يا كابتن عمر. ماشي. القواعد بقى التانية هقولها مع اللعب يعني عشان ايه نلحق نلعب. طب يلا بينا يلا بينا. انا عايز اداء يا رجاله، انا عايز انتصارات. يلا معانا على الفريق، معانا على اليمين الفريق بتاع محمد عبد الحفيظ وجيمي، وعلى الشمال اخونا عمر واخونا زيزو. يرفعها عمر لجيمي، جيمي يرجعها تاني لزيزو، زيزو يقوم شايطها لمحمد عبد الحفيظ تخبط في الازاز، يرجعها تاني تطلع بره وتروح منه نقطة. شكلي انا هلم الكور النهارده. ده انتوا معاكم كور كتير ما شاء الله. يشوطها زيزو ترجع لعمر، عمر معرفش بيلعب ليه تحت، خدها اهي. اوعى وش اخوك بس. وبعدين بسيبها على الارض عادي. كده 15 يرفعها زيزو تنزل عند جيمي، جيمي يرجعها لعمر، عمر يقوم شايطها لمحمد عبد الحفيظ يرزعها حلوه. سيرفتك انت عايز امسك. هو الاستاذ اللي بيلم الكور من ورا الملعب؟ ايه ده ما شاء الله، هم لحقوا يجيبوا 30 نقطه. البوينت ب 15. بتتكلم جد؟ يعني الواحد يخلص المباراه دي يطلع له بمليون؟ لا نقطة تتحسب تاني لصالح فريق عمر وزيزو. للأسف أداء الحاج محمد عبد الحفيظ شكله محتاج يظهر، معرفش المشكلة فيه ولا في الشرط الأحمر. هيشوط تاني أخونا زيزو، يشوطها شوطة حلوة تنزل للأسف. فوق يا جيمي رد كده. هو حضرتك بتلم الكور ومدرب؟ كوتش. أنت الكوتش؟ الحق بيقول لك 30 يرفعها محمد عبد الحفيظ ترجع لورا، ترجع لزيزو يباصيها الكابتن جيمي ياخدها تاني وتخبط في الازاز ويرفعها تطلع للاسف بره. ويجي بقى حد من حبايبي يقول لي يا ابو يونس انت هتلعب اللعبه دي تاني؟ ارد عليه واقول له اللعبه عجبتني يا جماعه ولعبه مسليه، واتفقنا ان شاء الله احنا والشباب كل اسبوع نروح نلعب شويه، واللي عايز يجي يلعب معانا يرفع ايده. يا نهار ابيض، ده احنا كده كتير قوي. خلاص المره الجايه باخدكم معايا. المهم يا حبايب قلبي مش عايز اطول عليكم، حابب اقول لكم ان ده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله يكون عجبكم، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي على خير. وما تنسوش تاخدوا مني دي